هذول أعضاء مؤتمر قبائل والمدن الليبية اليوم أمام معسكر 27 الموافق 9/8/2014. تفضل حد من أعضاء المؤتمر يعطينا بالله كلمة من أمام المعسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تحية طيبة إلى كل أبناء القبائل والمدن الليبية، إلى كل الذين سعوا في تطهير ليبيا من المجرمين، إلى كل من يريد ويسعى إلى استرجاع ليبيا وقيادتها إلى بر الأمان. وتحية أيضا إلى كل المقاتلين الشرفاء الذين ضحوا من أجل ليبيا ولا زالوا يضحون بإذن الله من كل القبائل والمدن الليبية. يا أهلنا ويا أبناؤنا من كل القبائل والمدن والأرياف والقرى، يجب عليكم أن تلتحقوا بمعركة بناء ليبيا وبمعركة تطهير ليبيا من كل الخوارج والتكفيريين الذين أرادوا العبث في البلاد وأرادوا الفساد وتدمير البلاد وقتل العباد. ويجب عليكم أيضا أن تطمئنوا من قبل مقاتلينا الشرفاء الذين أخرجوا هؤلاء الشرذمة الذين يريدون العبث ويريدون قتل أبنائنا ونسائنا وأطفالنا ومشايخنا وترويعهم. وعلى كل القبائل التي تخاذلت والتي تخاف والتي تخشى والتي لا تريد أن تطهر ليبيا من هؤلاء المجرمين، يجب عليهم أن يعوا جيدا ويعلموا أن المؤامرة مؤامرة كبيرة، مؤامرة على ليبيا، مؤامرة على أبناء ليبيا، مؤامرة على الشعب الليبي، مؤامرة على القبائل الليبية كافة، سواء كانت في المدن أو في القرى أو في الأرياف. فهذه رسالة منا إليكم، التحقوا واطمئنوا، فإن ليبيا تناديكم، وليبيا للجميع وبالجميع، وليبيا بحاجة إليكم فكونوا عند حاجتها إليكم.